السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بالفعل صفقة عبد العزيز يعقوب قد فشلت من الانضمام للأهلي؟ هناك مصادر إعلامية وصحفية تقول بأن الصفقة فشلت بالانضمام للأهلي، وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية فإن النادي الأهلي حسم تعاقده مع الغني عبد العزيز يعقوب بعدما قدم عرضا بقيمة 2.5 مليون يورو. وأكدت الصحيفة أن النادي البرتغالي رحب بالاستغناء عن لاعبه الغني في فترة الانتقالات الشتوية، ويتواجد عبد العزيز يعقوب في الوقت الحالي في القاهرة لخوض الكشف الطبي وتوقيع العقود مع النادي الأهلي. وكانت هناك مصادر إعلامية تقول بأن النتائج الأولية للكشف الطبي على يعقوب فشل في اجتياز الكشف الطبي، وتجدر الإشارة إلى أن يعقوب سينتقل للأهلي في صفقة ستكلف خزينة الأهلي 2.5 مليون دولار سيتم دفعها على 3 أقساط، كما سيحصل عبد العزيز يعقوب على راتب 900 ألف دولار ومدة التعاقد 3 مواسم ونصف حسبما ذكرت تقارير. لكن الأهلي كشف حقيقة فشل صفقة عبد العزيز يعقوب، وكشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالفريق الأول بالنادي الأهلي عن حقيقة فشل صفقة الغني عبد العزيز يعقوب ولاعب نادي ريو أفي البرتغالي لعدم نجاحه في اجتياز الكشف الطبي في فترة الانتقالات الشتوية. وأكد أمير توفيق في تصريحات أن ما يتردد بشأن فشل الغني عبد العزيز يعقوب في اجتياز الكشف الطبي الذي أجراه أمس لا أساس له من الصحة بشكل نهائي. ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز مع نادي إنبي ضمن فعاليات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز على استاد ملعب عثمان أحمد عثمان. النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة